اهلا بكم اصدقائنا المشاهدين مره ثانيه على الهواء مباشره من برنامجكم. النهارده بيتكلم على المتعطلين. متعطل يعني هو بالفعل جاهز للعمل لكنه متعطل لان الدوله ما فيهاش فرص للعمل. الشباب الان بثوره من اجل العيش والحريه والعداله والكرامه والانسانيه، عداله في التوزيع، عداله في انهم يجدوا فرص عمل يقدروا يوصلوا ليها من خلال واسطه ولا محسوبيه، لكن ما زالت هذه المشكله قائمه في مصرنا الغاليه. واحدث احصائيات بتقول ان 13% من سكان مصر بيعانوا من البطاله، متعطلين يعني جاهزين للعمل، منهم 75% من حاصلين على شهادات عليا. عشان كده في مليونيه هتطلع باسم عايزه اشتغل بتقوم بيها نقابه المتعطلين. احنا معانا مجموعه منهم، سيدنا انضم الينا في الاستوديو الاستاذ اسامه سند نقيب متعطلين عن العمل. اهلا بيك يا استاذ اسامه. اهلا بحضرتك. ومعانا داليا حامد احد المشاركين في هذه المظاهرات. اهلا بيكم. ونقول انتوا ايه رؤيتكم في المرحله القادمه، واحنا عرفنا ان انتوا هتطلعوا بمليونيه هذه الجمعه. نقول فعالياتكم ايه في الاسماعيليه من الان وحتى يوم الجمعه؟ في الحقيقه الفعاليات مش بس في الاسماعيليه، الفعاليات هتكون موجوده في كل المحافظات بالاضافه الى التجمع الكامل في ميدان التحرير ان شاء الله الجمعه اللي جايه. عندنا غرف عمليات كامله في كل المحافظات، غرف العمليات بتنسق مع بعضها بحيث ان يكون في مليونيه تنادي بتقليل العدد اللي وصلنا له. احنا لينا مطالب، اهم هذه المطالب أنه لا تنازل أبدا عن حقوق الشهداء وخاصة شهداء بورسعيد ومساواتهم كشهداء ثورة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية. هذه الحكومة ينبثق منها مجلس أعلى للمتعطلين. هذا المجلس يضم مجموعة من الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، الاستثمار، القوى العاملة. انتوا عاملين خريطة لكل اللي انتوا عايزينه يعني. أكيد. طيب 3 عشان الوقت معانا بيجري. رقم 3 هو إشراف القوى العاملة الكامل على تحرير عقود العمل بين الخريج وصاحب العمل بالنسبة للقطاع الخاص، ووقف تنفيذ الأحكام على من فقد عمله من الثورة حتى الآن. أنا عايز أقول لحضرتك في عجالة بسيطة إن الشعب المصري يعاني، الشعب المصري بالكامل يعاني في جوع، في فقر، في ذل، في مهانة يلاقيها الشعب المصري. كم متعطل وصل للنقابة يا أستاذ أسامة؟ النقابة وصلت حتى الآن تعداد المنضمين ليها إلى أكثر من 50,000 على مستوى الجمهورية، وجاري دخول الأعضاء فيها. ولكن عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة، إن إحنا ما بنتكلمش عن 50,000، إحنا بنتكلم على مشكلة تفشت في المجتمع المصري، مشكلة وصلتنا لحالة مش لا يمكن وصفها على الإطلاق. مشاهدينا نحييكم من جديد. القضية لا تحتاج إلى مقدمات لأنها أثارت غضبا واستفزازا عند الكثيرين خاصة ممن لا يجدون عملا. قضية ابن الرئيس والوظيفة التي تم تعيينه فيها. القضية هنناقشها بأبعاد كثيرة ومختلفة، أبعاد قانونية وسياسية وأبعاد تتعلق بالقيم والمبادئ. كل هذه الزوايا. أسامة إمبابي نقيب المتعطلين عن العمل في مصر. أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا يا فندم بحضرتك. على اعتبار أنه طوابير وجيوش العاطلين عن العمل حينما يرون ابن الرئيس يعني يعين في وظيفة بهذه السرعة وبهذه الطريقة، أعتقد أنه ده كمان سبب غضبا لكل اللي مش لاقيين شغل. يعني كيف تعاملتم معها؟ الحقيقة الأول أنا بقدم العزاء لأسر ضحايا وشهداء الموجة الثانية من الثورة، وبنقول إن أرواحكم لن تروح هباء. وعاوز أقول كمان إن المصريين قاموا بثورة قبل الميلاد كانوا بيطالبوا بيها بالعيش. الشعب المصري كله بيعاني، مش بس المتعطلين. عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا بايد المهندس يحيى في اللي قاله ان الاعلام ليس فاسدا، وبالتالي ملاحظ ان النهارده احنا موجودين في الاعلام بمشكله المتعطلين بيناقشها الاعلام ولم يناقشها اي من الفضائيات المنتميه للتيار الاسلامي. عايز اقول كمان ان قنوات المعارضه بتجيب المعارض وبتجيب كمان من ينتمي للمعارض والسلطة، ولكن قنواتهم لن تأتي غير بالعاطلين عن العمل. بيشوفوا ان عمر هو مفروض واحد يكون موجود معانا،
موجود في صفنا. كلنا بنتحرك علشان نقدر نوصل اصواتنا ونقدر ان احنا نحط مشاريع كويسه نقدر نشتغل عليها الفتره اللي جايه. انما المشكله المتعطل النهارده، يعني حضرتك من 81 لحد دلوقتي في جيوش من المتعطلين اكتر من 32 جيل بيتم تهميشهم، كان كلها بالوساطه والمحسوبيه او تعيين ابناء عاملين، اللي بنعاني منه واللي ما زلنا بنعاني منه لحد دلوقتي. فبالتالي لما يجي النهارده يفاجأ كل المتعطلين بتعيين ابن مرسي في هذه الوظيفة، اعتقد انها صدمة واستهزاء بعقول الشعب المصري كاملا. يعني قناة السويس او الفريق مش لما جاء قال ان في لما اعلنوا عن الوظائف، الراجل قال ان هي بتنزل في المواقع الالكترونية على الاقل بتكون عامة للناس. انما النهارده لما تنزل المسابقة خاصة او داخلية، ازاي هيعرف حد اساسا ان في مسابقه كده؟ هي بتروح بس للمتواجدين او لاصدقاء المتواجدين داخل المؤسسه، فهي مخالفه للدستور زي ما قال الاستاذ عصام. كمان انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. المهندس يحيى بيقول ان الرئيس مرسي المفروض انه ياتي بمن جامله او جامل ابنه ووضعه كل الذين تورطوا في هذه الفضيحه، لان دي في دول العالم المتحضر بمثابه فضيحه سياسيه تطيح وتعصف بكل من يتورط فيها. البعض ما ياخدهاش بانه القضيه سهله، ايه يعني ابن الرئيس نوديه فين؟ انا عايز اقول يعني زي ما اوضحنا، يعني انه عبئك انه هو الرئيس، وبالتالي الثمن المدفوع انه اولادي لا يجب ان يستفيدوا ممن ليه ولايه عليه. يعني فهنا المؤسسات الحكوميه، يعني هل في وزير لما يجد انه عمر محمد مرسي متقدم مش هياخده؟ يعني خلينا واقعيين ومنطقيين. يعني المجاملات لا بقى لا في لا شروط ولا مواصفات ولا الكلام الفاضي ده. يعني الرئيس مرسي هؤلاء المتورطين في هذا الشأن، وهو اساسا بعيد عن الشعب المصري كاملا. الرئيس مرسي لم ينظر الى الشعب المصري منذ توليه السلطه. الرئيس مرسي لم يفتح ملفات العداله الاجتماعيه. الرئيس مرسي لم ينظر الى المتعطلين من يوم وجوده. الرئيس مرسي طالبنا ان احنا نكون لنا وجود في لجنه تاسيس الدستور. طالبنا بدل بطاله 600 جنيه لكل متعطل. محدش عندنا الرقم الحقيقي للبطاله كام عندكم؟ 15 مليون متعطل. معقول 15 مليون عاطل؟ 15 ده المفروض انه اللي صرح بيه، واعتقد ان في كمان رقم اكبر من كده لو في حد يعني بيكون صادق. فاحنا طبعا بنطالب باسقاط الحكومه المغيبه الفاشله الغير قادره على تحمل المسؤوليه بالمره، وتشكيل وضع خطه زمنيه واضحه تقدر ان هي تعين على الاقل 4 مليون متعطل سنويا علشان اقدر احجم العدد اللي وصلنا له من 15 مليون. مرسي خاطب جميع اطياف الشعب من صنايعيه من الى اخره، خاطب كل العمال. الرئيس مرسي لم يوفي بوعوده التي وعد بها. بتوجه اليكم بالشكر، وبعد الفاصل هينضم الينا بعض خريجي الحقوق والشريعه والقانون، كمان عندهم شكاوى كثيرة ومتعددة تتعلق بالوساطة والمحسوبية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، ومنها وساطة ومحسوبية تتعلق بأسماء الكبار من الوزراء والمسؤولين الذين حصلوا على فرصهم. يعني هيبقى معانا كمان أوائل كليات الحقوق في محافظات كثيرة ومتعددة، هتشوفوا ازاي انه اخذت فرصهم بالكامل لحساب ابناء الوزراء والمسؤولين. طيب داليا حامد احد المشاركين في هذه المظاهرات، شاركتي في المظاهره ليه يا داليا؟ انت بتشتغلي الاول؟ لا انا ما بشتغلش. طيب. احنا دلوقتي متعطلين، احنا عايزين نشتغل ومفيش شغل اساسا. يعني احنا بنروح بنقول يا جماعه احنا عايزين نشتغل ومش عايزين مرتب، مفيش شغل، ما بيوفرناش شغل. احنا دلوقتي حتى بنطالب التربيه والتعليم ينزلوا امر التكليف واقف من سنه 98، مفيش تكليف لينا، مفيش شغل لينا. بس فدي المشكله بتاعتنا، هي دي مفيش شغل لينا. المدارس كلها فيها عجز، وكل ما نروح نسال يقول لك لا مفيش عجز، وجبنا من الادارات كلها ان في عجز
هم مش عايزين يشغلونا. طيب طلبنا منهم، طلبنا من المحافظ نفسه شغلنا من غير ما ناخد مرتب، رد علينا رد يعني. طب ده ليه ما تتجهوش؟ احنا شفنا دول العالم كتير جدا بيبحثوا، يعني طبعا مش الدوله مش هتقدر توفر لكم كل الوظائف، لكن في مشاريع صغيره انكم تفكروا في فكره وتقدروا تاخدوا عليها تمويل وتنفذوها. حته الرجل العمل المؤهل، عايزه اقول ايه، مشاريع بتتعمل صغيره وبسيطه. يعني احنا ببرنامجنا دايما بنقدم مجموعه من افكار لكل السيدات انهم هم قاعدين في بيوتهم ينتجوا، يتحولوا سيدات منتجات. الدوله مش هتوفر لكم، مش هتوفر لكل هذه الاعداد الهائله الوظائف، لكن احنا بنطالب بعداله، ما يكونش في واسطه ومحسوبيه في الحصول على الوظائف. لحين ما يتوفر هذا، انتوا كشباب ليه ما تعملوش تدريب تحويلي، يكون عندكم افكار مختلفه تعملوا من خلال مجموعه من الصناعات، المشاريع الصغيره اللي تقدروا من خلالها تنتجوا وتفتحوا لنفسكم افاق للعمل بعيدا عن الوظيفه الحكوميه. ده فعلا اللي بتنادي بيه النقابه حضرتك. النقابه فعلا بتنادي ان يكون في مراكز تدريبيه تقدر تؤهل الخريج، او مراكز تدريبيه، لان احنا عندنا تعليم لا يرتبط باحتياجات البيئه، فبيطلع المتعلم تعليمه مختلف عن اللي عن احتياجاتها. فاذا تواجد تدريب تحويلي عشان الخريج يقدر يلاقي فرص عمل او يقدر يفكر في نوع من اي مشروع يقدر يعمله. ده اللي بتحاول الحقيقه تقدمه النقابه للخريجين، ان هي تقدم تدريب يؤهل هذا الخريج انه يلتحق بوظيفه تناسبه. عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا بنحاول من خلال النقابه ان احنا يكون في تنسيق كامل ما بين الخريج وما بين صاحب العمل، انه يكون مثلا في انترفيو ما بين الخريج وما بين صاحب العمل على المستوى المصري او المستوى الدولي اذا امكن. طيب انتوا النهارده ليكم فعالياتكم ايه في الاسماعيليه النهارده من هنا ليوم الجمعه؟ هتعملوا ايه؟ احنا الحقيقه في موجودين في الميادين، مش برضو بعيد على حضرتك ان احنا مش بس موجودين في اسماعيليه، احنا عندنا غرف عمليات بالنسبه للنقابه في كل المحافظات، بنحاول بيها ان احنا نقول احنا موجودين، احنا عايزين نشتغل، احنا بنعاني. عايز اقول لحضرتك ان عدد المفصولين مؤخرا تجاوز كل الحدود. هل نظر احد الى الناس اللي فصلت؟ يعني كنا حوالي 8 مليون لما قامت الثوره، النهارده حضرتك قلت 13 وانا عندي رقم 15، وناس بتقول ارقام اكتر من كده. فمن المسؤول؟ من المسؤول عن كل من لا يجد عايش؟ من المسؤول في هذا البلد؟ بالمناسبه دي انا لست شاعرا، ولكن انا كتبت كلمتين حابب ان انا في نهايه الحلقه الحقيقه اقولهم، لان يعني هي هتمثل كثير مما يعاني فيه الشعب المصري. يعني انت اختزلتها في حاجات قلتها اللي انتوا عايزينه. طيب طب من قبل ما نقول السطور دي نقول انتوا النهارده، انا عارفه النهارده ليكم اجتماع النهارده الساعه 5 وفي بكره، تقولوا انتوا بتعملوا ايه بقى عشان بتنظموا الفعاليات دي ازاي؟ احنا الحقيقه بنحاول ننسق مع جميع القوى الثوريه ومع جميع غرف عمليات المتعطلين الموجودين في المحافظات، بحيث ان احنا يوم الجمعه يبقى في آلة ضغط حقيقيه توصل اصوات الناس دي كلها، تقول لرئيس الجمهوريه وتقول للحكومه اننا نعاني بلا اي يعني. انا الحقيقه قبل كده في برنامج مع الاستاذ وائل الابراشي اتكلمت وقلت الحكومه الفاشله، وقلت انا مش عايز اعيد نفس الكلام، ولكن انا عايز اقول من الاخر احنا بنجوع، احنا تعبانين، بس احنا عايزين نشتغل، بس احنا عايزين نشتغل. يعني حضرتك بتقولي ان احنا نعمل مشاريع او كده، بس احنا بنلاقي يعني مثلا بالنسبه للتربيه والتعليم بتنزل مسابقه فيها برضو المحسوبيات، يعني فيها مثلا بينزلوا شروط فيها شرط مش قانوني، يعني مثلا شرط زي شرط المواليد ده شرط مش قانوني، ملوش علاقه خالص بالقانون، ان يكون مواليد المنطقه يكون مواليد اسماعيليه، ما فيش حاجه اسمها قانون اسمها مواليد، في حاجه اسمها ابناء المحافظه، بس شرط زي دوت استبعد الناس كلها وخد فئه معينه، الفئه المعينه دي هم دول بس ولاد اسماعيليه. بس احنا عايزين نقول ان منطقه القناه يا جماعه عندها مشكله مختلفه عن كل مصر، في عندنا تهجير، في ناس هاجرت وقعدت فتره طويله عشان ترجع، اصلا اسماعيلويه لكن ولادهم اتولدوا في الفتره دي، فلازم ياخدوا بالكم من الجزئيه دي، ويجي يقدم للتعيين يقولوا له يعني مواليد. زمايلنا مثلا يعني كل التربيه والتعليم لما راحوا قدموا، لا روحوا كل واحد يقدم في مكان ميلاده، طب ما راحوا مكان ميلاده الشرقيه او بورسعيد قالوا لهم لا روح في محل اقامتكم، ده كده راح في الرجلين، ولا قدم هنا ولا قدم يعني بدات المشكله بين الاقامه وبين الميلاد. طب ماشي يا جماعه، طب ما اللجنه الانتخابيه لما تيجي تنزلها بتنزلها في محل ميلادنا، في محل اقامتنا مش محل ميلادنا. طب بالنسبه لمواليد الخارج، مواليد الخارج دول هيشتغلوا في البلاد اللي اتولدوا فيها بس، فده شرط مثلا شرط المواليد ده شرط ملوش اي علاقه خالص بالمسابقه، فما فيش يعني بصي لحد دلوقتي يعني الثوره قامت وكل حاجه وبرده لسه زي ما بنقول ده جديده، يعني الاقامه والميلاد المفروض دي كلها حل يا جماعه، لازم يعني ما ينفعش فعلا. انت اثرتي جزئيه مهمه جدا، اللي بيتولدوا بره في الخارج واهاليهم قاعدين بره لما يجوا هنا يشتغلوا يقول لك انتوا مش مواليد، يعني شيء صعب قوي، لابد ان من النظر ليه مره ثانيه. استاذ اسامه الوقت بيجري بسرعه، قبل ما اختم معاكم حضرتك قول انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول الثوره قامت والقلوب تنظر لها، والام تبكي على الشهيد مين زيها، فرقه ونار وحقيقه غايبه طال صبرها، الصبر راح والهم زاد والدنيا عتمه،
عاطل ونايم من زمان صابر وراضي، تعبان وحملي زاد يا دنيا عمال بنادي، ماشي وشايف عتمة رايحة وعتمة جاية، أزمة في أزمة والحمل والله مش شوية، هنروح لفين والكل بايع، مركب وميلة وحلم ضايع، خايف لا نغرق والكل يندم على اللي راح، جراح في جراح في جراح، وشعب صابر مش مرتاح، مسلم وقبطي سلفي وسني كله عايش، أكلني قبله وابقى أدور عالطوايف، ماشي وتايه أنا وأخويا وابن عمي، صاحبي بينزف ودمه سايل زي دمي، شايف مذلة جوع وفقر ولا حد واعي، حاكم بصابع هو يعني الصابع أحسن من صباعي، هاتلي الأول عيش وغموس وبعدين ابقى زل، مش كفاية خراب راح وخراب بيحل، ليه شايف نفسك لوحدك بتعيش وبترجعنا 100 سنة ناقص تلبسنا طرابيش، يا أخي ما كلنا في الدين عايشين بنصلي، وكنا بنتعلم مع بعض تملي، عاطل وماشي جنب فقير أم قال لي هي دي ثورتنا، أرجوك كملي، ما شفتش أبو حسين اللي على السولر بيدور، ووزير مبسوط طالع بيتصور، هيدفع منين أقساطها إذا هو مش لاقي، واللي كان متعان خلص ولا عادش فيه باقي، شفت يا عاطل اللي كان شغال، شفته كلنا على ده الحال، بقى زينا عاطل ومش عارف يمين ومن شمال، والعدد زاد وعدى فوق الاحتمال، ده لو رحنا بلد هنعمل فيها احتلال، يا تشغلونا يا تموتونا مفيش جدال، ولا اقول لكم موتونا يمكن دمنا عليكم حلال. لا ان شاء الله هتشتغلوا، وان شاء الله مصر هتبقى احلى بيكوا وبينا. اسامه سند نقيب المتعطلين، وداليا حامد احد المشاركين في هذه التظاهره، انا بشكركم، ان شاء الله يا رب الايام الجايه تحمل الخير، كل المشكلات اللي بنعاني منها في مصر، قمنا بثوره بعيش وحريه وعداله وكرامه وانسانيه، ما زلنا متمسكين بهذه المطالب، وهتتحقق ان شاء الله بفضل تصميمنا وارادتنا، وان احنا نتحد ونكون وحده واحده، اهم حاجه وحده الهدف ومصر اولا وقبل كل شيء. بشكركم اصدقائنا المشاهدين، وبشكر زملائي امام وخلف الكاميرات. الاسبوع القادم بيتجدد اللقاء، حتى اللقاء لكم مرات تحياتنا والى اللقاء.